السلام عليكم. من كام يوم كده، او مش من كام يوم، يعني احنا في الفترة ديت في كلام بيتقال على موضوع إقالة طبيب الأهلي. تعال نعرف كده القصة بسرعة كانت ماشية ازاي. قبل معسكر النمسا اللي الأهلي راحوا عشان خاطر يعني يستعد للموسم الجديد، قبليه كده بيومين أو ثلاثة تم تعيين الدكتور تامر أبو العينين علشان خاطر يرأس الجهاز الطبي بتاع النادي الأهلي. تمام. والراجل ابتدى يباشر مهامه بورقة عمل، يعني هو الراجل لا عمل عقد ولا عمل أي حاجة، طبعا كل ده بكلامه هو، وهو المسؤول عن الرواية ديت. المهم إن الراجل مارس عمله بشكل طبيعي، ولكن اللي مش طبيعي بقى إنه حصل مشاكل كتير في معسكر النمسا، ومنه إن في لعيبة كتير اشتكوا من إصابات غريبة بتحصل لهم أثناء المعسكر. تمام. على حد علمي ان الراجل ده ما كانش ماسك قبل كده، فبالتالي انه لان في لعيبه طبعا كانت مصابه من قبل كده، واخد بالك، وهو اكيد طبعا مش مسؤول عن الموضوع ده، لكن هو طبعا مسؤوليته بتبدا من ساعه ما تولى المهمه في معسكر النمسا. تمام. تمام. اول شكوى جت من عمرو السوليه. عمرو السوليه طبعا هو اصلا كان مصاب، ولكن هو ابتدى يرجع للعب مره تانية، ولكن هو اصيب في الاصابه بتاعته، واضح ان هي ما كملتش على الاخر، او ما كملتش الشفاء بتاعها على الاخر، وبالتالي طبعا يتحمل الطبيب المعالج للموضوع ده. تمام. في كمان معانا مشكله رامي ربيعه. مشكله رامي ربيعه اللي هي اللي حصلت ما بينه وما بين الدكتور، ان هو حصلت مشاده ما بينه في معسكر النمسا. تمام. وللاسف الشديد كانت الامور يعني سيئه، لولا ان الموضوع تدارك يعني. ولما بحثوا ورا المشكله ديت لقوا برضو مشكله ان هو كان في الماتش ما كانش قادر يكمل، وكان في اصابه، والدكتور صمم ان هو يكمل، واللعيب شايف ان هو لو كمل هتبقى الاصابه بتاعته هتتفاقم، لكن الدكتور شايف انه يكمل. ومشكله كمان اكتر حصلت مع اسمه ده محمود متولي. محمود متولي احنا عارفين طبعا هو لاعب للاسف كثير الاصابه، وما استفدناش منه بماتشين ثلاثه ورا بعض. تمام. وبرده كانت وصلت اخبار من فتره ساعه معسكر النمسا ان هو اصيب في التدريبات كمان، مش في ماتش من الماتشات اللي هي ايه اللي اتلعبت الوديه. وبرده طبعا يتحمل المشكله ديت الدكتور تامر ابو العلي. طبعا ديت الايه القصه المتداوله في الصحافه وفي السوشيال ميديا وفي كل الكلام ده. وبرضه بدخل معاها الكلام اللي قاله الدكتور، ومن ضمن الدكتور الكلام اللي قاله ان هو قدر ان هو يدخل امام عاشور في عمليه الاستشفاء السريع، ورجعه تاني انه يلعب في التدريبات وفي المباريات، وكمان شارك في الوديه بتاعه الفريق اللي الاهلي لعبه قبل ما ينهي المعسكر بفتره بسيطه. تمام. وكمان ان هو قال انه عالج خالد عبد الفتاح من الاصابه القويه اللي كانت جاته في الترقوه، وابتدى يرجع للعب مره تانية. فده كلام الدكتور، وده كلام الجهاز الاداري للنادي الاهلي على رئيسه خالد بيبو. برضه من يومين كده كان طبعا الاهلي في تدريباته العاديه، كان عنده تدريب الساعه 6 في يوم من الايام اللي فاتت ديت. والمفروض طبعا بطبيعه الحال ان الدكتور بيجي يحضر التدريب ده، لكن خالد بيبو اتصل بيه وقال له انا الساعه 1 الظهر، يعني قبل التدريب بخمس ساعات، انا عايزك نقعد نتكلم مع بعض شويه. الدكتور قال له لا، احنا عندنا تمرين الساعه 6، هاجي لك الساعه 6 يا سيدي ولما نتكلم مع بعض. قال له لا، انا مصمم تمام التصميم ان انت تيجي نقعد مع بعض نتكلم في مواضيع مهمه يعني. قال له خلاص ماشي. راح له واتكلم معاه وعرض عليه كل الكلام ده. قال له عمرو السوليه بيشتكي، اسمه ده مش محمد، قصدي محمود متولي بيشتكي، ياسر ابراهيم بيشتكي، رغم ان الدكتور كان قال في تصريحاته ان هو عالج ياسر ابراهيم، ولكن ياسر ابراهيم اشتكى وقال ان هو خد دواء اسمه ده من الادويه الضاره، بيحتوي على مواد ضاره. تمام. وده طبعا مشكله كبيره، المفروض الدكتور يكون مقدر حاجه زي كده. تمام. وقعد يعدد له اللعيبه طبعا مشكلته مع رامي ربيعه اللي اتكلمنا عنها من شويه. وطبعا الدكتور
يعني حاول طبعا يدافع عن نفسه وقال انا عملت وسويت وبتاع، برضه الكلمتين اللي انا لسه قايلهم من شويه. وبعدها صدر قرار اقالته. الراجل راح كتب تصريحات على السوشيال ميديا، تمام، ويعني الناس شافت ان هي تصريحات غير لائقه لسبب بسيط، لانها بيقول انه صاحب قرار اقالته هو خالد بيبو، تمام، وان كولر ما كانش عنده علم بالموضوع ده. الدليل على كده انه مساعدين كولر، اللي هو مساعد بتاعه ومخطط الاحمال الاثنين تبع كولر، كانوا بيتنسقوا معاه في بعض الامور علشان خاطر يظبطوها قبل مباراه السوبر اللي هتتلعب الجمعه الجايه. وده دليل على ان الجهاز الفني ما كانش عنده علم بان هو تمت اقالته، وان هم فوجئوا لما كانوا بيرتبوا على الامور انه تمت اقالته من قبل خالد بيبو، تمام. على الناحيه الثانيه في مصادر صحفيه واعلاميين بيشتغلوا في قنوات كبيره قالوا ان الراجل ده ما تمش اقالته بعدم معرفه كولر، وان كولر هو صاحب القرار، ولكن منفذ القرار هو خالد بيبو بحكم منصبه ان هو مدير الكوره وهو مسؤوليه تامه عن القصه ديت، هو اللي بينفذ القرار، لكن صاحب القرار ومتخذ القرار هو كولر. فدي روايه ودي روايه قصادها. طيب الحقيقه فين في دولت؟ الحقيقه مش هتهمك في حاجه قوي لسبب بسيط. النهارده طبيب مشي، تمام، هيجي مكانه طبيب تاني مشي باي شكل من الاشكال بقى، سواء بقى المدرب هو اللي شاله، حد من تحتيه من الجهاز الفني هو اللي شاله، المهم انه مشي وخلاص، وهيجي طبيب مكانه. الفكره كلها في النتيجه اللي جايه بعد كده. الطبيب اللي جاي بعد كده لابد ان يكون فيه حذر شديد جدا من فكره اختياره، علشان خاطر ما نخشش تاني بقى في قصه اصل هو بيدي عقار غلط، اصل هو بيدي تمارين غلط، اصل تعليماته للعيبه غلط، اصله بينزل اللعيبه في المباريات وهو مش مستعد، وهنخش في قصه طويله عريضه ملهاش اي لازمه. في النهايه احنا نتمنى ان يحصل تنسيق، ما كانش فيه تنسيق يعني يكون في تنسيق بين المدرب وما بين مدير الكوره علشان خاطر نحصل على نتائج افضل من كده. وفي النهايه برضو، والكلمه اللي بقولها بقى ورا كل فيديو، معاك يا اهلي في اي حاجه، ونتمنى كل الخير للنادي الاهلي، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.